السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين أنا النهاردة كده هعمل طواجن مكرونة بالكبد. فانا ولعت كده على المية وبدأت بقى احط فيها كيس مكرونة من اللي هي المقصوصة، وكيس مكرونة كمان من اللي هي الاسباجيتي، وطبعا ممكن تستخدمي مكرونة الفرن بتبقى حلوة جدا. بعد ما اتسلقت المكرونة بس نص سلقة مش سلقة كاملة، بدأت بقى انزل بمعلقتين كده من السمنة ومعاهم شوية زيت صغيرين خالص. وطبعا الكبدة بتاعتي انا غسلاها بالليمون، وما تحطيش فيها خل عشان بتزفرها شوية، يعني كفايه ان انت تغسليها بالليمون. وبعدين لما الزيت سخن قوي نزلت فيه بالكبده، وما تقلبيش الكبده لغايه يعني تسيبيها على النار على الاقل 5 او 6 دقايق، لغايه ما تحسي ان لونها اتغير. وبعد كده تبتدي بقى تعطيها تقليبه وتنزلي بالبصل فيها بالشكل ده كده. كميه البصل على حسب طبعا كميه الكبده اللي انت هتستخدميها، يعني على كل كيلو تقريبا بتحطي حوالي نص كيلو من البصل. دلوقتي بقى نزلت بفلفل وطماطم، وكمان نزلت بمعلقة من الفلفل الأسود ومعلقة من الكمون، وكمان هنزل بمعلقة من البابريكا. وابتديت اقلب بالشكل ده كده. طبعا ريحة الكبدة بقى بدأت تطلع ريحتها حلوة جدا. لو عندك جوزة الطيب وعايزة تحطي مفيش مشكلة، كمان بتبقى حلوة قوي فيه. وحطيت كمان معلقتين من الصلصة، وابتديت اقلب بالشكل ده كده. هتحسي بقى ان لونها احمر شوية كده وبدأت تتصلصل معاكي. خلاص هنبتدي بقى ايه، نحط كمان معلقة الملح ونغطي عليها ونسيبها لغاية ما تستوي، يعني هتقعد لها حوالي نص ساعة تقريبا على النار. هبدأ بقى دلوقتي اضرب حوالي كيلو ونص كده من الطماطم، وهنزل عليهم كمان ب3 معالق كبار من الصلصة. وحتى انا قلبت البرطمان كده بشوية مية ورجعت كبيت المية في الخلاط مع نص معلقة كبيرة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من الملح، عشان عايزة صلصة الطماطم تكون فيها ملح بتاعها مظبوط والبهارات بتاعتها مظبوطة. كده خلاص الكبده بتاعتنا استوت. بدات اجيب الطواجن بقى اهي، ولا دهنتها ولا اي حاجه. عايزه تدهنيها دهنه زيت كده مفيش مشكله، مش عايزه تدهنيها مفيش اي مشكله برضو. ابتديت اوزع كده الكبده بتاعتي، والصلصه بتاعتها كمان حطيتها معاها، والمكرونه كمان اهي. طبعا المكرونه بعد ما بنزلها من على النار بغسلها بالميه، وبعد كده بحط فيها معلقه زيت او 3 معالق زيت كده على حسب الكميه، وتقلبيها كويس لغايه ما تلاقيها مفرفره معاكي كده وحلوه. ابتديت انزل اهوت بالكميه كده في الطواجن. هنحط حوالي تقريبا 3/4 الطاجن، ما تزوديش عن كده اهي، لان فارت مني في الفرن، يعني الصغير ده فار مني في الفرن. كل مره دايما اغلط نفس الغلطه دي، وما بتعلمش للاسف من اخطائي. يعني دايما بملى الطاجن بحيث ان هو بيفور بعد كده، لانه طبعا بيغلي فبينزل منك في الفرن بعد كده. فالافضل ان انتي تحطي الكميه كلها على بعضها تكون 3/4 الطاجن، سيبي الربع عشان وقت الغليان ما تفورش منك في الفرن. بصي بقى شكل الطاجن بقى عامل ازاي، ما شاء الله. شكل الطماطم بتاعتنا ما شاء الله حمرا قوي عشان الصلصه اللي احنا حاطينها فيها. بدات اجيب بقى كده زيت، ونزلت على كل طاجن بحوالي معلقتين من الزيت بالشكل ده عشان تعطيله لمعه. الفرن بتاعي كان شغال على اعلى حاجه، وسبته حوالي تلت ساعه قبل ما احط فيه الطواجن. كده الطواجن انت هتحطيها بقى، طبعا فرشت تحتها ورق الفويل ده، لان هي لما بتغلي هتلاقيها هتنزل بقى صلصه، تنزل زيوت حاجات زي كده. فالافضل ان انت تحطيها وهي يعني تحتها فويل، وتغطي الطواجن وتسيبيها بقى مع نفسها حوالي نص ساعة في الفرن. دي المشتريات بتاعتي. انا جايبة ال3 طاسات دول، طاسة مقاس 20، طاسة مقاس 24، والطاسة الكبيرة دي مقاس 28 اهي. شايفين ما شاء الله جميلة، والايدين بتاعتها من السيليكون. دي مقاس 28 معلش مش 26، وهي الصغيرة مقاس 20، والوسط دي مقاس 24. الايد بتاعتهم من السيليكون، هما شركة نوفال اهي. انا بصراحة اول مرة اجيب النوع دوت اجربه، هو بيقولوا كويس يعني، فانا جبته. لقيت عليه عرض كويس، كان تقريبا ب200 او 200 وشوية مش فاكرة بالظبط. جبت كمان الحلقات اللي هي بتاعة التشيز كيك، او ممكن تعملي فيها الكيك في الفرن. وجبت كمان اللي هي القاعدة الدوارة دي بتاعة التورتات دي ب250. والحلقات بتاعة التشيز كيك دي كانت عاملة الواحدة كانت عاملة حوالي 20. القاعدة دي طبعا هتلاقي منها بقى انواع كتير، هتلاقي ازاز منها وهتلاقي انواع كتير منها. فالنوع ده كويس قوي، انا حبيته لانه هيعيش معايا. العلاقات دي اللي بتتعمل بالدبل فيس وحلوة قوي برضو. انا عندي منها كتير يعني، فحبيت ان انا اجيب تاني. قالب الكيك ده بقى انا جبته ب65. زي ما انتوا شايفين كده، ينفع للانجليش كيك وينفع كمان للتوست. الكسرول ده كسرول لشركة تقريبا نوفال او تروفال، تقريبا تروفال. هما كانوا بيجوا 2 مع بعض كده، وكان عليهم عرض ب90 جنيه، فانا حبيت ان انا اجيبهم. بسلق فيهم البيض، بعمل فيهم الاكل بتاع بوسي، يعني بعمل فيه حاجات كتير. الطقم البهارات ده طبعا هو مشهور جدا معروف، يعني الطقم ده موجود من زمان، فانا حبيت ان انا اجيبه. انا عارفه ان
يعني بصوا، هو المشكله بتاعته ان القاعده نفسها مش متينه. هوريكم دلوقتي، هفتحه معاكم كده واوريكم شكله عامل ازاي. انا كنت جايباه ب70 جنيه. تمام، هوريكم شكله دلوقتي عامل ازاي من جوه. انا مش فاكره والله ب70 او ب80، انا مش فاكره بالظبط. المهم يعني، هو هتلاقوا منه برطمانات اصغر من دي شويه، دي البرطمانات المقاس الكبير. المعالق بتاعتها ايه، معاها 6 معالق، والبرطمانات دي يعني في كل دور 6، يعني حوالي 12 برطمان. البرطمانات نفسها من الازاز ولكن مش مفتوحة من فوق، يعني ما بتكوني عايزة تاخدي منها البهارات بتفتحيها وتاخدي منها البهارات. ندخل بقى على التربوهات والحاجات المهمة جدا جدا، لازم لازم تكون عندك في البيت. بتلمي معاكي الحاجة بتاعتك، بتوفر عليكي مساحة كبيرة جدا. المهم اختاري شركة كويسة. بصراحة الشركة دي الماتيريال بتاعها مش عاجبني قوي، ولكن يعني كان عليها تخفيض، يعني ان هي ب175، فانا عجبني ان هي بالسعر ده. لكن لما فتحتها، وهفتحها معاكم دلوقتي واوريكم، البلاستيك بتاعها مش قوي قوي. ده بقى التربو التاني اللي هو بتستخدميه كمنظم تحت الحوض، كمنظم للبرطمانات. ده اسمه ستار جاد اهو. 3 دور. في منه المصري وفي منه المستورد. انا جبت المستورد، هما نفس السعر هما الاتنين، المستورد والمصري ب75. تمام. لكن المستورد هتلاقي طبعا 75 ده في المحل اللي انا جبت منه، ده محل جملة. اما انت ممكن تلاقيها بره، يعني انا كنت شايفاه من فترة طويلة كده ب120 جنيه. لكن هو اكيد رخص لان كان طالع جديد. بصوا بقى التربو ده اهوت، 4 ادوار. هفتحه معاكم دلوقتي واوريكم شكله عامل ازاي. بصي، انا كان ما بحبش الالوان الحمراء بصراحة، بس الواجهة بتاعته زي ما انتم شايفين كده، ان لونها يعني ابيض تقريبا، وعليها علامة، عليها يعني رسمة للشيف كده، رسمتها ظريفة مش وحشة. دي الادراج بتاعتها اهي. الماتيريال بتاع الدرج مش حلو قوي، او عامة البلاستيك بتاعه خفيف، مش من النوع اللي هو الحلو قوي. في حاجات تانية بقى هتلاقوها اللي هي الرتان، وهتلاقوا كمان انواع من البوص او الخوص، مش عارفة بالظبط اسمه ايه. يعني حلوين قوي بصراحة، بس اسعارهم من 800 وانتي طالعة. اما ده يعني انا حبيته ان هو سعره اقتصادي وحلو. هركب بقى اللي بيجي معاه طبعا الرجول دي. رجول من البلاستيك الخفيف برضو، مش تقيلة قوي. لكن زي ما قلت لكم، انا جايباه عشان احط فيه بقى ايه، ينظم لي موضوع البصل والثوم يعني الاكياس بتاعة المطبخ، حاجات كتير بنحتاج ان احنا تحتاج مكان ومش بلاقي ليها مكان، فالتربو ده بينقذني بصراحة من حاجات كتير. طبعا التربو اللي بيتحط فيه البصل والثوم والحاجات اللي هي ممكن تبوظ، بطاطس والكلام ده، لازم يكون متفتح من الجناب زي ما انت شايفة كده. ضروري جدا، ولازم يكون بيتفتح وبيتشال الدرج بتاعه وبيتفكك عشان تعرفي تغسليه ولسهولة الاستخدام. يلا بقى نطلع التربو التاني عشان اوريكم شكله ازاي. التربو ده بقى جميل جميل جميل، اختراع حلو جدا، بنصح اي عروسة ان هي تجيبه. اما التربو التاني يعني هاتي ماتيريال احسن من كده عشان يعيش معاكي. ويفضل ان انت لو بتعملي لسه مطبخ جديد ولسه بتجهزي يعني مطبخك وكده، اعملي التربو الداخلي اللي هو بيكون من البوص تقريبا، مش عارفه اسمه ايه، يعني شبه الرتان كده، بس هو مش بيكون رتان، بيكون اغلى من الرتان. انا ابتديت اطلع الظرف بتاعته اهوت. هو عباره عن 3 ادوار. مش عارفه اسمهم ايه بصراحه، المهم 3 ادوار يعني اهو. ابتديت اركبه. عايزه اقول لكم ان هو تركيبه صعب جدا جدا، وده نظرا لان الماتيريال بتاع البلاستيك ده رائع وفوق الرائع كمان. انا يعني ايديا اتكسرت على ما ركبته. محكم جدا جدا في التركيب بتاعه، بحيث ان انت حتى لو حركتيه هو في حاجات كتير ما يتحركش معاكي ولا يوقع الحاجه اللي انت حطاها عليه، لان هو نظام ترول كده. هوريكم دلوقتي. دوت بقى الايدين بتاعته. هو بيكون له ايدين كده فوق خالص، وتحت خالص بيكون له رجول. بتتركب بطريقه سهله جدا. عايزه اقولك كمان ان العجلات بتاعته دي الماتريال بتاعها عالي جدا. البلاستيك نفسه بتاع يعني بتاع المنظم ده ما شاء الله تحفه، حلو قوي قوي. بس اهم حاجه هات المستورد، ما تجيبيش المصري. المصري هتلاقيه ضخم شويه في الحجم، بس مش حلو خالص خالص في البلاستيك بتاعه. انا شفت ده وشفت ده، كانوا متركبين في المحل وشفت الاتنين. المصري هتلاقيه عالي شويه عن ده، اعلى شويه. بصي بقى جماله، ان انت ممكن تدخليه ورا اي حاجه، عندك مكان مفتوح في الرخامه تدخليه، عندك جنب التلاجة تدخليه، تحت الحوض، في اي حته ينفع معاكي ان انت تحطيه في اي حته. يلا بقى نشوف الطواجن بتاعتنا كده اخبارها ايه. انا بدأت كده ايه، هي خلاص استوت وبقت مية مية. رفعت بس من عليها الغطيان وهسيبها. شغلت لها المروحه اهو. انا بحبها تكون شربت الصلصه بتاعتها ونشفت كده شويه، وبعد كده برفع بقى الغطيان من عليها، شغل المروحه وتسيبيها بقى على شوايه الفرن. بعد كده يعني سيبيها حوالي ربع ساعه برضو كده من تحت مع الشوايه، وبعد كده تطفي من تحت وتشغلي من فوق. طبعا المروحه ما بتشتغلش مع الشوايه عشان تبقوا عارفين، بس المروحه لو شغلتيها مع الشوايه بتطفي لك الشوايه.
تمام. عندي بقى شويه اطباق وحاجات في الحوض اهوت، غسلت بقى الحاجات الكبيره زي الحلل بقى والحاجات دي. عايزه اقولك برضو حاجه مهمه، لما يكون مثلا عامله لحوم او اي حاجه فيها دم، بلاش تغسلي بنفس الاسفنجه اللي انت بتغسلي بيها بقيه المواعين بتاعتك. مش عشان هتزفر لك الحاجه، لا، بس عشان الدم والحاجات دي تعتبر فيها بكتيريا. فالافضل ان انت بسلكه بقى كده تغسلي بيها الحاجات اللي فيها دم دي، وتشطفيها كويس، ترمي السلكه طبعا ما تستخدميهاش تاني، وبعد كده تغسلي بالاسفنجه بتاعتك تاني عشان برضو ريحه الزفاره بقى تروح. تمام. وممكن تغسليها كمان بالخل، وممكن تغسليها بالليمون، اي ماده يعني معقمه. بلاش تستخدموا الكلوركس خالص في المطبخ. ممكن تستخدميه في الارض، في الحوض، في اي حاجه ما عدا المواعين اللي احنا بناكل فيها، ولا الاطباق ولا اي حاجه خالص يعني. انا بدات كده اغسل الحاجه اللي موجوده كلها اللي انا استخدمتها اهو. وبعد كده هبتدي بقى اشوف الاسفنجه دي انا بستخدمها بس للحوض وللسيراميك اللي حوالين الحوض. ابتديت اغسله كده بالشكل ده عشان المطبخ بقى يبقى ايه، يعني تحس ان هو، يعني انا بحب وانا بعمل الاكل بحب اروق الشقه بصراحه. يعني بكون مولعه على الاكل وببتدي بقى ايه، اغسل المواعين، امسح الارض، بحب واحنا بناكل يكون كل حاجه رايقه حواليا. آه ساعات بضطر طبعا ان انا يعني ان احنا ناكل قبل ما الم الدنيا، او عامه لو حتى عملت كده بعد الاكل بتلاقي برضو في مواعين كتير وكده. بس بيكون الموضوع خفيف شويه عن انك تسيبي كل حاجه لغايه بعد الاكل، بتلاقي بقى مواعين فوق وتحت والوضع بيبقى صعب جدا. فالافضل ان انت اول باول كده تنضفي من حواليكي عشان ما تراكميش على نفسك الحاجه. طبعا الاكل بتاع بوسي اهو، بس طبعا هي اكلها مسلوق. سلقت لها برضو شويه من الكبده كده. هي هتتهبل من ساعتها واقفه جنبي وانا بعمل الاكل يا حبيبه قلبي، عماله ناو 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 وجعانه. مش عارفة انا يعني ما بقتش بتاكل زي الاول، خست حوالي كيلو بتهيألي. مش عارفة ليه، يعني عايشة على الدراية تقريبا الايام دي. هي بتحب الكبدة بس مش بتاكل منها غير مرة برضو، يعني ما بتاكلش منها كتير، لو عملت لها زيادة هي مرة واحدة بس اللي بتاكلها. وقطط البيت ما بتاكلش كميات على فكرة كبيرة، يعني كمية الاكل اللي بتاكلها قليلة قوي. انا خدت كده بقى التربو اللي هو المنظم ده، خدته في الحمام وغسلته عشان التراب اللي كان مليه. هسيبه بقى لما ينشف، واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبتدي بقى ننظم المطبخ في المنظمات اللي انا جايباها وفي التربوهات والحاجة، ونبتدي نظبط حياتنا قبل رمضان عشان كل حاجة ان شاء الله تكون سهلة علينا في رمضان، يعني نبقى متفرغين للعبادة. وطلعنا بقى دلوقتي للكتاكيت، بصوا كبروا شوية بقوا عاملين ازاي، ما شاء الله عليهم. اهم حاجه بس تحافظوا على الفرشه بتاعتهم تحتهم نظيفه. انا شلت دلوقتي الميه لان هبتدي بقى احط لهم الدواء. ده الدواء اللي احنا جبناه، هو مضاد حيوي يعني اهو. حيوي ده الدكتور بيطري اللي اعطاهوني، وقال لي هتستخدموا لهم بس 3 ايام وبعدين ايه نقطعه 5 ايام. حتى كاتب عليه اهو 2 سم على اللتر اهو. 3 ايام هتستخدميه وبعد كده ايه هتوقفيه. تمام. طبعا على قد ما تقدري ابعدي عن المضادات الحيويه، لان المضادات الحيويه بتاثر على صحه الطيور بالذات في السن الصغير ده. فاحنا في السن الصغير ده بعد ما نخلص التحصينه بتاعتهم اللي هي هتاخد 3 ايام، بعد كده بقى هبتدي احط لهم ايه، هبتدي احط لهم ميه بليمون باستمرار. هبقى تبقوا معايا ان شاء الله برضو في الايام اللي جايه، وهقول لكم ازاي تعملوا لهم مضاد حيوي طبيعي في البيت، ما ياثرش على جسمهم ولا ياثر على لحمهم، عشان كمان ان شاء الله وقت ما يجوا يتاكلوا يكون الكبد بتاعهم نضيف تماما من اي حاجه. طبعا كل يوم بقى لما تطلعي بتمسكي كده خشبه زي دي كده وتبتدي ايه، يعني تهوشي لهم كده كده، خليهم يجروا، اعمل لهم ازعاج كده، وشيل الاكل من قدامهم بس. بصي اللمبه طبعا مدفيه المكان خالص، وهي الكتاكيت البيضه لازم دفى يعني كويس في المكان. انا هبتدي بقى احط لهم العلافه اللي هي دي، ومع اللي هي الحضانه. يعني انا مستمره لسه في الحضانه، هسيبها لهم بس لمده اسبوع وبعد كده برضو هبتدي اشيلها، لان هم بيعملوا فيها الزرق بتاعهم وغلط جدا ان هم ياكلوه يعني. فانا اول ما بطلع بلاقي طبعا وضع العشه بتاعتهم عامل كده والحاجه بتاعتهم عامله كده، ببتدي انضف، لو في حاجه مبلوله بشيلها. بزود نشاره. حطيت لهم 2 سنتي، طبعا بتعاير ال 2 سنتي بالسرنجه العادي خالص. حابه تغيري كل 12 ساعه بتعايري كده 2 سنتي على السرنجه دي وتحطيها في الميه على اللتر، وتبتدي تقلبيها كويس وتحطيها كل 12 ساعه تغيريها، لان ده علاج زي ما قلت لكم. لو ميه بليمون بسكر مفيش مشكله بتسيبيها عادي. احنا خلصنا من مرحله الميه بسكر بليمون دي، لان هي بتبقى 3 ايام بس، وكمان ممكن يومين، يعني بتديهم بقى 3 يوم في التحصينه او ربع يوم. ابتدوا يروحوا عند الميه ويشربوا. انا كنت شايله الميه من قدامهم بس نص ساعه، يعني خليت نص ساعه شلت الميه وفتحت لهم الباب، هويت العشه شويه لان لازم تهويه، بس مش تهوي في اتجاهين زي ما قلت لك قبل كده، تهوي في اتجاه واحد، ولازم يكون التهويه دي موجوده ليل نهار والمكان يكون دفى كده. تمام. واحنا زودنا لهم النشاره كمان. طبعا هتحسوا بقى ان هم بداوا يطلعوا ريش من عند الجوانح وبداوا يكبروا شويه اهم. حبايبي حبايبي
بحب قوي الكتاكيت، بحب اشوفهم هما بيكبروا بصراحه، بيبقى شكلهم زي العسل. بصوا. بعد ما نزلت كده زي ما انتوا شايفين، مروان عامل الصاله زي ما انتوا شايفين كده بالكتب بتاعته، موقع المفارش والحاجه، بيقعد يتنطط على الكنب. انا حاسه ان عمره الافتراضي هيخلص بدري بدري من اللي مروان بيعمله فيه يعني. هنبتدي بقى نشيل الكروت بتاعه المذاكره بتاعته والكراريس والكتب بتاعته والحاجه دي. وبعدين نبتدي بقى ايه، ننفض الكنب تنفيضه حلوه كده. انا طبعا على طول بعمله بالمكنسه من تحت يعني الشيلت نفسها. بس برضو لازم من وقت للتاني تقعدي تنفضي عشان بيكون في تراب، ممكن المكنسه ما تعرفش تشفطه كويس. فانا ابتديت كده انفض كويس، وبعد كده ابتديت افرش الكنب بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان المفارش اللي هي بتتباع في السوق اللي زي اللي انا فرشاها دي مش عمليه خالص، كل شويه بتقع، يعني اي حد بيقعد عليها. هي كنزه شويه عن الكنب بتاعي، لان انا كنت طالبه الركنه ان هي تكون ايه، يعني عميقه شويه عن الركنات الطبيعيه، فكنت مكبراها شويه عشان اللي يقعد عليها يبقى مرتاح يعني. هي مريحه وجميله وكل حاجه، بس المشكله ان هي مفيش اي مفارش من الجاهزه بتكون لايقة عليها يعني او مظبوطة معاها. فانا ان شاء الله باذن الله انا هجيب بقى قماش وهفصله ليها، وان شاء الله تكونوا معايا برضو وانا بعمل كل حاجة في تجديدات الركنة باذن الله. انا كمان من الناس اللي بتمل بسرعة من اي حاجة، فيعني ما بطيقش الحاجة كتير. انا بصراحة عندي ببقى عايزة اغير، حتى لو هشيل حاجة من مكانها اغيرها في مكان تاني، واجيب حاجة من مكان تاني احطها. المهم ان انا ما بحبش الروتين، يعني ما بحبش المكان يكون بنفس الشكل في فترات طويلة. بحس ان انا عيني بتاخد على كل حاجة فببتدي ازهق. عشان كده بحب التغيير يعني. تمام. مش معنى ان التغيير ان انت هتشيلي حاجتك ترميها وتجيبي حاجات جديده، لا. ممكن تشيلي مثلا حاجه من تكون انت اصلا عيناها عندك، او محطاها في اوض تانية وتجيبيها في الصاله، وبعد كده ترجعي تغيري بين الاوض، تغيري مكان العفش. المهم ان انت تجددي، عشان الروتين او عينك لما بتاخد على حاجه بتبقى ممله جدا، بتبتدي تتضايقي منها. بصي الخرابيش اللي في الترابيزه دي بقى، طبعا بوسي هي اللي مبهدله لي الدنيا كده بضوافرها. يعني انا بصراحة ماما مع انها يعني انا كبرت في السن وكده، بس ما زالت لغاية النهاردة في اي حاجة بلاقيها بتقعد تزعق بقى، تقول لي القطة مبهدلة الدنيا مش عارف ايه، بتقعد تقطع في السجاد، تقطع في الفرش. المهم الطواجن بتاعتنا طلعت من الفرن اهي، الله اكبر، في منتهى الجمال، ريحة تحفة تحفة تحفة. احنا طبعا كنا صايمين عشان الايام البيض، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يتقبل مننا جميعا يا رب. فهنفطر دلوقتي، ربنا يبلغنا رمضان يا رب ويتقبل مننا صالح الاعمال. انتظروني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، هنبتدي بقى نرتب في المطبخ ونرص الحاجه اللي احنا هنعملها، وهنجيب زينه رمضان والحاجات الجميله اللي انا وعدتكم بيها. هنعمل جو حلو قوي قوي في رمضان. طبعا كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الايام جميعا بخير يا رب، وانتم بصحه وعافيه، ويرفع عنا البلاء ده جميعا يا رب. هتوحشوني الفيديو الجاي، استنوني.